ليه ممكن حد يتفرج على فيديوهات لناس وهي بتاكل؟ وليه اصلا في ناس وهي بتاكل بتصور فيديوهات وبتنشرها على السوشيال ميديا؟ واكيد سألت نفسك في مرة ازاي وصل لنا الترند ده، واصل الترند ده جالنا منين؟ وعشان نعرف مع بعض عن محتوى الاكل بكميات كبيرة وعن حياة الناس اللي بتجيب كميات اكل مهولة وتاكلها قدام الكاميرا وتشاركها على الانترنت، كان لازم نبحث. وعرفنا ان بدايته كانت في المجتمعات الغربية واللي بيطلقوا عليه محتوى المكباج، واليوتيوب هو اكتر مكان منتشر فيه النوع دوت فيديوهات. واصل الترند دوت جالنا من كوريا الجنوبيه، البلد اللي فيها اعلى نسبه انتحار في العالم، وده لان الكوريين معظمهم بيحسوا بالوحده وبيشتغلوا على مدار اليوم عدد ساعات طويله جدا، كل دوت بسبب الزياده السكانيه وزياده الاسعار والتدهور الاقتصادي، وعشان كده ما بيبقاش عندهم وقت ان هم يقعدوا مع العيله ولا حتى الاصدقاء. الوحده بالنسبه لهم مشكله كبيره جدا، ومن هنا بدا يظهر في كوريا الجنوبيه محتوى المكبانج. فبقى الموضوع بالنسبة لهم متعلق بالونس، بمعنى أصح لما بيعملوا النوع دوت من الفيديوهات بيحسوا إن هما مش لوحدهم وإن في حد قاعد ياكل معاهم، ومن ناحية تانية بيعتبروه كشغل إضافي جنب شغلهم، لأن طبعا المشاهدات بتجيب فلوس، وأي حاجة بتجيب فلوس إحنا العرب بنقلدها. يا لهوي، بصوا قد ايه شوكولاته، سلطه كولو سولو. واكيد معظمكم هيتفق معايا ان الاكل بكميات كبيره خطر جدا على الصحه، وان عدم السيطره باكل الكميات ديت ممكن يكلفك حياتك، زي مثلا البنت دي اللي صاحبها جاله سكته قلبيه بسبب الاكل وبقى عنده شلل في رجله اليمين، ولكن هي ما اتعظتش وفضلت مستمره في الاكل بكميات كبيره وتقديم نفس المحتوى، وكل دوت عشان الفلوس والشهرة. وللأسف ما بقاش في وعي، وكل الناس حرفيا بقت بتعمل أي حاجة مقابل الفلوس. وسبق واتكلمنا عن يوكادو افوكادو اللي جسمه وصحته اتغيروا تماما بعد ما قدم محتوى الأكل بكميات كبيرة وتحول من الشخص ده للشخص ده. ولو تفتكروا ان كل متابعينه كانوا بيقولوا له استمتع بحياتك لانك هتموت قريب، بس افوكادو ما كانش فارق معاه اي حاجه غير الفلوس والشهره. حقق شهره كبيره جدا على اليوتيوب بسبب ان هو بيعمل حركات جنونيه داخل فيديوهاته. واتعمل عليه ميمز كتير، ومع زيادة وزنه مبقاش يعرف يتحرك وبقى يتحرك على سكوتر. ولكن لو دورنا وبحثنا اكتر عن محتوى الاكل بكميات كبيرة هنعرف ان في قصص وحكايات عن المحتوى دوت بتكون مثيرة للجدل وغريبة، زي يوتيوبر اسمها كيتشيب اللي كانت قصتها فيها لغز كبير قوي للمشاهدين، وشكلها ما كانش معروف لان كل اللي كان بيظهر في فيديوهاتها بقها وايديها والاكل اللي كان قدامها. ومع كل فيديو بتنزله على يوتيوب كان في حاجات غريبه بتحصل، زي انها كانت بتاكل بسرعه رهيبه وواضح من طريقتها انها مش مستمتعه بالاكل، وكانها مغصوبه على انها تاكل الكميات المهوله ديت من الاكل. في الوقت ده المتابعين كانوا مستغربين من تصرفاتها، مع كل فيديو كانت بتنزله الامر كان بيبقى في قمه الغرابه. ظهرت في فيديو وهي متعوره في شفايفها وعندها كدمات كتيره في دراعها، لدرجه ان متابعينها حسوا انها ممكن تكون مخطوفه، ودايما كانوا بيحاولوا يطمنوا عليها في الكومنتات. رد كيت عليهم انها كويسه وان الكدمات ديت حصلت لها من الشمس، وان مفيش اي حد يقدر يغصبها على اي حاجه. بس اسلوبها في الكتابه وطريقه ردها يعني غريب، زي انها كاتبه ليه الخاطف هيخليها تمنتج الفيديوهات. بحس انها في اسلوبها ما بتتكلمش على نفسها وكانها بتتكلم على شخص تاني، وغير كده كان بيبقى فيه اصوات غريبه وحاجات تانية حواليها بتحصل وهي بتصور الفيديو. يعني في مره مثلا الباب عليها اتفتح وهي بتاكل، ففجاه اتوقفت عن الاكل وظهر تعبير عليها انها مخضوضه. في 2019 اختفت كيت عن يوتيوب، ولحد وقتنا هذا محدش عارف قصتها ولا حد يعرف اي حاجه عنها ولا عن شكلها. ومن رايي الشخصي ان كيت ما كانتش مخطوفه، وانها كانت بتعمل كل دوت عشان البروباجندا، يعني عشان المشاهدات والفيديوهات. وانتوا كمان قولوا لي في الكومنتات هل كيت كانت مخطوفه ولا رايكم من رايي انها بتعمل كده عشان المشاهدات. اشوفكم الحلقه الجايه.